السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم هند من بيت فرح. يلا نعمل مع بعض كوشن جميل جدا بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده. وطريقته سهلة ان شاء الله، مش صعبة. انا هنا معايا قطعة قماش زي ما انتوا شايفين، ومعايا ورقة وقلم ضروري. باخد المقاسات بتاعتي. دي 96 في 106، يعني تقريبا متر، متر وخمسة في متر مثلا، او في 95. انا هقص القماشة بالطول، يعني هاخد 106 كده بالطول بتاعتها، وال96 هقسمهم على النصين زي ما انتوا شايفين. هنظبط القماش على بعض وهنقصه كده. هناخد قطعة هنشتغل بيها، والقطعة التانية هنشتغل منها الظهر. احنا دلوقتي الشغل كله على الوش بتاعنا. مهم يكون معانا حاجة نعلم بيها، ومزورة للمقاس، او لو مفيش ممكن مسطرة، ومعانا دبابيس. دي الحاجات المهمة معانا، يبقى دبابيس، مقص، اي اداة للقياس، يعني مزورة، مسطرة، اي حاجة. هنا انا بحدد الكسرة بتاعتي عايزاها قد ايه، يعني انا هعملها كده عشوائي، وهشوف انا يعني هتاخد مني كام سنتي. تمام. انا هنا باخد علامة من الجنبين، ولازم بتبقى يعني بظبطها كده، بشوف المقاس قصاد بعض ولا لا. اهم حاجة برضو قبل ما نشتغل نظبط القماش بتاعنا، لان ممكن تكون حتة اقصر من حتة فده تأثر. انا هنا كده هعمل على 5 سنتي، فهاخد خط كل 5 سنتي. شوفي احنا هنعمل كام كسرة، يعني مثلا الخدادية بتاعتنا او الكوشن بتاعنا عايزينه 45 40 صافي مثلا. هنضيف عدد الكسرات على المقاس ده، يعني هناخد الكسرة بتاخد 5 سنتي، هنضرب بقى ال5 في المقاس. بالنسبة بقى للخطوط اللي احنا اخدناها على مسافات 5 سنتي، فانا بجيب الدبوس معايا زي ما انتوا شايفين كده، وكل خط بحطه على الخط التاني، وبتني التانية اللي قدام زي ما انتوا شايفين كده. انا هنا لازم اثبت من هنا ومن هنا عشان تتظبط معايا. مش ينفع اروح خيط على طول على المكنة، مش هتبقى مظبوطة، هيبقى في القماش بتاعي هيبقى عامل زي معوج شوية. انا ايدي الاتنين قصاد بعض زي ما انتوا شايفين كده، بحط الخط من ده على الخط ده، وفي نفس الوقت من الناحية التانية نفس الكلام، الخطين على بعض. هي سهلة قوي بس محتاجة شوية صبر صغيرين. وبالنظر كده نحاول نظبط المقاسات، يعني بصوا انا بزقها كده بتتعمل، نظبطها بايدينا، بنتني كده، خط على الخط. القماشة القطيفة اللي فيها لمعة دي بتدي منظر جميل جدا في الكوشن، بتبقى قيمة وحاجة حلوة يعني.
غير القماشة اللي هي كاتمة. كل لون بيليق عليه درجة معينة من الألوان. يعني القطيفة الزيتي ديت فيها اللمعة بتبقى حاجة قيمة وشكلها حلو، ممكن ما يليقش على درجة تانية. انا نسيت اقولكم ان انا سبت من هنا من تحت ومن فوق حوالي 15 سنتي، علشان انا عايزة اركز الكسرات في النص، وباخد مقاساتي، ولما بيطلع معايا المقاس لسه ممكن ان انا احتاج ان انا اكسر، فبكسر تاني واحدة من تحت واحدة من فوق زي ما انتوا شايفين كده. بدي لنفسي براحة، باخد ال5 سنتي عادي من اخر واحدة انا عاملاها من تحت وبتني، ومن الناحية التانية نفس الكلام. انا هنا ما خدتش بقى المقاس لان انا بالنظر كده تقريبا هي نفس ال5 سنتي، ما تختلفش عنهم حاجة. احنا كده خلصنا بقى، هنقص الظهر على نفس المقاسات بتاعتنا اللي طلعت. طبعا هتلاقي قماش طالع من الكسرات كده زيادة، ده في الخياطة يعني انا باخد بالي منه في الاخر بقصه، بس بسيبه دلوقتي لحد ما بثبت الخياطة بتاعتي على الكسرات دي. انا باخد هنا القماش بزيادة علشان القماشة بتاعت القطيفة دي غير القماشة التانية اللي هي الجلد المقلوب بتبقى تقيلة ومبطنة من تحت، فدي بتبقى خفيفة وبتلف شوية من قدام زي ما انتوا شايفين كده، فهتحتاج ان هي تتني مرتين. انا بقى بزود شوية في المقاس علشان هتني على مرتين كده زي ما انتوا شايفين، انما الجلد المقلوب ممكن ما تنيش، وهي او لو تنت بتبقى تانية واحدة. انا هنا عملت قطعة قدها بالظبط، والقطعة الزيادة دي هنروح على المكنة بقى وهنقفلها. اول حاجة ببتدي بيها الظهر بتاعي، بتني على تانيتين زي ما انتوا شايفين كده اهو، 2. دايما لما نيجي نختار لون الخيط نختار نفس درجة القماش بتاعتنا، بتبقى حاجة شيك جدا. يعني ما ينفعش مثلا زيتي نخيطه بأبيض، حاجة كده شكلها وحش حتى لو انتي عاملة كل حاجة مظبوط. فالتفاصيل في كل حاجة بتبقى مهمة جدا. انا هنا بتني ناحية واحدة بس، يعني مش كلها، من الناحية اللي هتبقى ظاهرة بس، يعني مش كلها. هنبتدي بقى بالراحة ونشيل دبوس دبوس. دي اهم خطوة، ونظبط بايدينا الكسرات. وهنا بقى بعد ما خلصت كنت بفكر اعمل كل اتنين مع بعض كده، لقيتها مش هتبقى حلوة، فقررت ان انا هديها خياطة في النص، لان انتوا لو خدتوا بالكم الكسرات بتفتح مني لو انا مثلا عاملة ملبسة الخدادية بتاعتي او الكوشن، بتلاقيها فتحت مني، فلازم حاجة تثبتها. فقلت برضه عشان يبقى شكلها احلى وما ما تفتحش مننا، او لو فتحت مش هتأثر خالص، خدت بين الخط اللي انا خدته في النص خط كمان، ومن الناحية التانية هعمل نفس الحكاية.
بقت شكلها حلو. بس ان شاء الله في فكرة تانية هتجيلي ان شاء الله بإذن الله، وهنفذها معاكم وهتبقى حاجة احلى من كده ان شاء الله. دايما الواحد وهو شغال في اي حاجة بتجيله الافكار، يعني انا مكنتش ناوية اصلا اعملها كده، هي جت معايا كده وانا شغالة. الكسرات من الاول هي في دماغي، انما ان انا اخططها كده لا، ما كانتش في دماغي خالص. هنظبط القلابين على بعض وهنقفلها عادي خالص. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسونيش باللايك والاشتراك، انا بفرح جدا لما بتعملوا لايك واشتراك في القناة. وهنا انا خلاص بقفل اهو. اي حاجة زيادة بشيلها بالمقص. يا رب يكون الفيديو عجبكم النهاردة، متنسوناش بدعواتكم ان شاء الله، واستنوا الفيديو الجاي هيعجبكم ان شاء الله، ومش هتأخر عليكم تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.